السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ ابطال طبعا علشان بتستحملوا نقص المشاهدات ونقص الارباح ونقص كل حاجه. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير. الفيديو ده مش هطول عليكم، 3 حاجات كده بشكل سريع: تحذير وتحديث وخبر مفرح. بالنسبه للتحذير، لو رحنا كده على استوديو يوتيوب هتلاقي هنا المشاكل المعروفه، ده المكان اللي بيجي فيه اخر الاخبار، مشاكل، حاجات زي كده، وكاتب لك اشعار بخصوص رسائل البريد الالكتروني المخادعه المرسله من قنوات بتنتحل هويه اليوتيوب. يعني في اشخاص او في قنوات حاليا بتنتحل هوية اليوتيوب، يعني ممكن يكون في اختراق في اليوتيوب نفسه وبيبعتوا لك على انهم اليوتيوب، بيبعتوا لك بقى ان انت تنزل رابط تم تغيير سياسة اليوتيوب، في بنود اتغيرت، حاجات زي كده. انت بتدخل بتضغط على الرابط، القناة بتاعتك بيتم تهكيرها. لو ضغطنا بقى على الاشعار هيفتح معانا الصفحة دي من حوالي 22 ساعة، بيقول لك بقى ان في مشكلة وفي اختراق، وان لو جالك ايميل مرسل من noreplay@youtube.com، على فكرة ده ايميل رسمي من ايميلات اليوتيوب، او اي ايميل تاني بقى، لو جالك رسالة العنوان بتاعها يوتيوب بوليسي تشينج، تغيير في سياسة اليوتيوب، ده هيبقى عنوان الرسالة. او ارسل فريق يوتيوب فيديو اليك، يعني يا اما العنوان ده يا اما العنوان ده العنوان اللي هو بيجي بتاع الرسالة نفسها. ونص الرسالة بيقول لك يتم عرض رابط الى الفيديو اليك، او رابط مرفق تنزيل مع الريميكس وحاجات زي كده. وهنا كده حط لنا مثال فروم يوتيوب، يعني الايميل مرسل من اليوتيوب، وهنا كده العنوان بتاع الرسالة ان اليوتيوب يرسل اليك فيديو في تغيير البوليسي او تغيير السياسة. وبيقول لك بص على الديسكريبشن، بيبقى الفيديو شكله كده، وده كده الرابط الملغم. لو انت ضغطت على الرابط ده هيتم تهكير قناتك. اليوتيوب بينصحك وبيقول لك بلاش تتعامل مع اي ايميلات من النوع ده. ونصيحة بقى مني انا شخصيا، ما تضغطش على اي رابط في جوجل درايف او في داونلود او في حاجات زي كده، او لو في رابط مشبوه او انت شاكك فيه ما تضغطش عليه، وما تتسرعش ان انت تضغط على اي روابط. ده بالنسبة للتحذير. اما بقى الخبر المفرح وهو من تيم يوتيوب، ودي الصفحة الرسمية لفريق دعم اليوتيوب على تويتر، اعلن ان اللغة العربية تم اضافتها للدعم. طبعا كان مش متاح عربي، انجليزي، اسباني، برتغالي، فرنساوي، حاجات زي كده. هنا بقى الخبر الجديد: اخبار سارة، لقد اطلقنا الدعم الفني باللغة العربية هنا على تويتر لصناع المحتوى على يوتيوب في العالم العربي. طبعا ده خبر مفرح فعلا، لانك انت كده تقدر تسأل فريق الدعم باللغة العربية ويردوا عليك. لو عندك مشكلة وانت لسه ما حققتش الربح، مش بتعرف تتواصل مع فريق اليوتيوب بشكل مباشر، فاحنا كنا بنلجأ لتويتر ونقعد نترجم بقى وباللغة الانجليزية وحاجات زي كده. فالموضوع دلوقتي اصبح متاح باللغة العربية. حد بقى قناته اتسرقت، حد عنده مشكلة جامدة، فيقدر يتواصل مع دعم اليوتيوب ويحلها. طب هتقول لي انا هتواصل معاهم ازاي؟ في طريقين: يا اما انت مثلا لو في خبر زي او في تغريدة هم عاملينها، بتضغط كده عليها وبتبدأ بقى انت تكتب التغريدة بتاعتك، فهم بيردوا عليها. يعني حد اهو كاتب لهم في عندي مشكلة، فهو ردين عليه اهو، فبداوا يرد اهوت. يعني ما شاء الله. طبعا ممكن الرد يكون متاخر شويه نظرا لضغط الرسائل، عشان الموضوع طبعا هيبقى جديد. فانت ممكن تعمل رد التغريده، او ان انت تعمل تغريده بقى عندك، تعمل تيم يوتيوب، يعني تعمل اشاره لفريق دعم اليوتيوب، او ان انت تروح على الصفحه بشكل مباشر وتضغط هنا على رساله، هيبدا يفتح معاك الرساله. انا كنت يعني مكلمهم كذا مره باللغه الانجليزيه، فانت اصبح متاح دلوقتي ان انت تكلمهم باللغه العربيه. ممكن يردوا بشكل متاخر، بس في النهايه بيردوا. اما بقى التحديث الاخير، وده اللي انا اكتشفته بالصدفه بصراحه، ما اعرفش هو بقاله فتره ولا لا، ممكن تكتبوا لي في التعليقات، في فلاتر التعليقات دي كده تعليقات لم ارد عليها، فانا رديت على التعليق. فلو التعليق ده رد عليا تاني، انا ما بقدرش اشوف الرساله غير لما ادخل بقى اشوف واحده واحده. هنا الفلتر اضافوا لي حاجه اسمها ردود مع اجوبه جديده. يعني هنا مثلا انا عايز اعمل فلتر تعليقات لم ارد عليها، فهيظهر لي كل التعليقات اللي انا ما ردتش عليها. هنا تعليقات سبقت ورددت عليها، هيجيب لي التعليقات اللي انا رديت عليها. طيب دي الجديده بقى، ان التعليقات انا رديت عليها وصاحب التعليق رد تاني. يعني هو كتب اهو حاجه وانا رديت عليه، وهو كمان رد مره تانية نفس الموضوع اهو. فدي كويسة جدا للناس اللي هي بتتابع التعليقات وعايزة تتابع الردود بتاعة التعليقات بتاعة المتابعين بتوعها. وبس كده، بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. ولو انت لسه مستمر معايا لحد دلوقتي من الابطال اللي بيستمروا لاخر الفيديوهات، لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.